يا مساء الخير، يا مساء الفل. يلا نتجمع ونقول إن كهربا ما كانش رقم 4 في مسددي ركلات الترجيح أمام باتشوكا. ويلا نقول ليه إمام عاشور مرضيش يكون في الخمسة اللي هيشوطوا أمام باتشوكا. ويلا نقول عن تغيير وسام أبو علي اللي خسرت الأهلي في مباراة باتشوكا. يلا نحكي حاجات ويلا نقول كواليس، وهتشوفوها بعد كده في البرامج اللي هي بتبدأ الساعة 11، وهتعرفوا مين بيقول حقيقة ومين بيخدعكم. الأهلي خسر، الأهلي ضيع من إيده 4 مليون دولار لو كان كسب باتشوكا النهارده. 4 مليون دولار ومواجهة ريال مدريد في أهم إنجاز كان هيكون في تاريخ النادي الأهلي. الأهلي ضيع أسهل فرصة في مشواره إنه يلعب نهائي كأس انتركونتيننتال أمام ريال مدريد، والنهارده بس كان ياخد في ماتش باتشوكا 4 مليون دولار. إيه اللي حصل والتفاصيل والكواليس هنحكيها مع بعض. خشوا راجعوا كلامي بعد كده. بص يا سيدي، مش هطول عليكم، هقول لكم ايه اللي حصل في قصه ركلات الترجيح وترتيب اللعيبه. اللي حصل في قصه ضربات الجزاء او الترجيح امام باتشوكا وترتيب اللعيبه. هتقول انت لحقت، كل صحفي وعنده مصادره. انا نفس الشخص اللي قلت لك امام عاشور هينزل وعقوبته هتتخفف في الاسبوع، وهتلاقوه في ماتش اورلاندو بايرتس بتاع جنوب افريقيا. نفس الشخص في نفس المكان ده قلت لكم امام هيكون ضمن اللعيبه اللي هتسافر جنوب افريقيا، وعقوبه الاسبوع مش هتتم لو اعتذر الشناوي والجهاز افصح عنه. ماشي. اول حاجه لازم تعرفها ترتيب اللعيبه، 5 لعيبه. المدير الفني بيسأل وبيشوف وفقا للتدريب الاساسي اللي اللعيبه متمرنه عليه. في لعيبه في الاهلي بتعرف تشوط ضربات جزاء، وفي لعيبه في الاهلي ترتيبها بعد 1 و2 و3 و4 و5. في نوعيه مدربين بيسالوا اللعيبه انت جاهز تشوط، وفي نوعيه مدربين عارفين قدرات اللعيبه فتبقى بتختار او بتحدد الاسماء اللي هتشوط وفقا لدراياتها باللعيبه. على مسؤوليتي محمود عبد المنعم كهربا لم يكن المسدد الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس. ايه الحكايه وايه القصه؟ كهربا انا مش هبص في التعليقات خالص دلوقتي عشان مش محدش يقول لي بتقراش التعليقات ايه بعد ما اخلص. كهربا بالتحديد لما الاهلي اتقدم ودي كانت ركله الفوز، طلب من عمرو السوليه المسدد او رقم 4 في الترتيب ان هو يخش يشوط مكانه. كهربا اللي ضيع فرصه مهمه وشايف ان اللقطه دي هتفرق جدا في وجوده ومشواره مع الاهلي، طلب من عمرو السوليه ان هو يخش يشوط مكانه. الظروف مهيئه والاهلي كسبان فرق 2 وضربه الجزاء لو جابها الموضوع انتهى، وبالتالي كهربا دخل وضيع الكوره، وده اللي هز ثقه الفريق وثقه عمر كمال عبد الواحد رقم 5 اللي دخل شاط، والسوليه بدل مع كهربا بقى هو رقم 6 ودخل شاط. طيب يا سيدي اللي بتتفرج عليا، اديك حاجه كمان. هل من المنطقي امام عاشور نجم الاهلي سوبر ستار الاهلي في هذه المرحله ما يدخلش يشوط وخالد عبد الفتاح يدخل يشوط؟ هقول لك امام من ساعه ما ضيع ضربه الجزاء قدام الاتحاد السكندري في الدوري العام وهو خد جنبه وقال انا مش هشوط في 5. وكل ما يتقدم لعيب، بصوا يا جماعه، الترتيب السادس والسابع والثامن والتاسع ده اللعيبه مع بعض، اللي حابب يخش يشوط هو يشوط. زي كيروش كده ما كان بيعمل مع منتخب مصر، يسال لعيبه يا نني انت عايز تشوط؟ يقول لا ما بحبش اشوط. يا في لعيبه تقول انا عايز اشوط وفي لعيبه مش عايزه تشوط. امام عاشور من ساعه ما ضيع ضربه الجزاء قدام الاتحاد السكندري، لما ال5 الاوائل اللي هيشوطوا امام طلب انه ما يكونش منهم. بصوا الايام بينا والبرامج التلفزيونيه بتشتغل كمان قد ايه؟ كمان 10 دقايق وهتسمعوا الكلام ده. امام عاشور يبقى امام ايه؟ طلب. الراجل رحم الله امرئ عرف قدر نفسه.
قال لك انا مش عايز اشوط في 5 وخد جنب. عشان كده السادس هتلاقوه عمرو السولية، وبعد كده هتلاقوا خالد عبد الفتاح، ده امام. وكهربا قلنا هو طلب من السولية انه يخش يشوط مكانه. واحد بيتفرج عليا دلوقتي هيقول يا حبيبي ده عندها مش في النادي الاهلي، محدش بيخش يشوط بمزاجه. طب هقول لك حبيبي ادخل على جوجل واكتب الاهلي يغرم قفشه بسبب ضربه جزاء فيوتشر. يعني ايه؟ من سنتين ايام كولر برضه كان موجود، الاهلي كان بيلاعب فيوتشر في الدوري، وعلي معلول المسدد الاول لركلات الترجيح، دخل محمد مجدي قفشه بدون اذن وبدون تعليمات، خدوا كوره شاطها ضيعها، فالاهلي غرمه قدام فيوتشر. في عهد كولر قفشه خد ضربه الجزاء وهو مش المسدد رقم 1، دخل شاط الكوره ضيعها قدام فيوتشر. يبقى مين؟ عادي جدا. ضربات الجزاء يا جماعه في النهائيات بيبقى قرار اللعيبه الاكثر هدوءا واعصابا وتركيزا. اخدها كهربا بقى بدون تجني، واحد ما بيلعبش، مش فورمه، عنده مشاكل، كان عنده قضايا، والله ما هو تجني. بس الفكره في ايه؟ حتى في الماتش استهتاره بالفرصه الاسهل في المباراه، ده بيقول لك ان لعيب بره التركيز، ده بيقول لك ان ده لعيب مش مركز، لعيب عايز ياخد لقطه. طب انت مش مركز وضيعت لقطه مهمه وانفراد مهم، محدش كان عارف انت عايز تشوط ولا عايز ترقص ولا عايز تعمل نفسك كريستيانو وترفعها من فوق الجول ولا تعمل نفسك ميسي وتلعبها بجنب رجل. محدش كان فاهم كهربا كان عايز ايه في الانفراد بالتحديد يعني. لكن انت ما انتش جاهز، ومش معنى ان الاهلي متقدم باتنين في ضربات الجزاء ان انت راجل ممكن تجيب. عادي جدا. لو تفتكروا منتخب الاردن كان بيلاعب اعتقد اليابان مع كابتن محمود الجوهري، لما كان ماسك منتخب الاردن كان كسبان 2-0 وطلبوا يبدلوا المرمى من هنا لهنا، الاردن خسر. كان نهائي او قبل نهائي، وده كان انجاز الكره الاردنيه. لكن كولر يتحمل نتيجه المباراه بتغييراته، بادارته المباراه، باخراج وسام، بضعف شخصيته في قرارات الترجيح، في حاجات كتير جدا. يعني احيانا بحس ان كولر بياكل عيش، مش العبقري وسائل الاعلام بتصوره يعني. واحيانا بحس ان كولر، طب ادخل معانا شادي عيسى زميلنا اهو يخش يتكلم معانا ان هو دعوه. احيانا بحس ان كولر راجل مسالم. يعني ايه مسالم؟ يعني في صفقات المفروض تبقى موجوده، في لعيبه. احمد بيه، مساء الفل عليك يا كابتن شادي. انا حبيت بس امسي عليك منور اللايف والله، وبس ومفاجاه حلوه ان انت على تبقى حبايبك موجود. اللي معاك في اللايف. طب انت مبسوط قوي كده انا ليه؟ مبسوط عشان موجود معاك. حبيبي. طب انا هاخد رايك في المباراه الاهلي يعني. كان يستحق الفوز من اول لحظه. فريق اه باتشيكو المكسيكي ده غلبان جدا، والاهلي لولا سوء الحظ، اول مره اشوف النادي الاهلي من السنين عنده سوء الحظ دوت. لكن كمان النادي الاهلي لعب ماتش حلو جدا. انا شفت الماتش من الدقيقه الاولى للاخيره، حتى بالوقت الاضافي وبضربات الجزاء. ضربات الجزاء كان سوء حظ، والماتش كان الاهلي يفوز فيه في الملعب ويفوز فيه بضربات الجزاء. لكن سوء الحظ النهارده كان كبير جدا لاول مره من السنين. اما موضوع كهربا بقى انت اللي هتحكي لي عليك، انا داخل عشان اشوف موضوع كهربا. موضوع كهربا لم يكن من المسددين، وعمرو السولية كان ترتيب رقم 4. كهربا ما كانش موجود في 5. كمان وكهربا لما الفرق بقى 2 ودي ركله ترجيح الفوز، هو شايف ان الحظ مش معاه وانه محتاج يبقى فيه اعاده ثقه مع الجمهور، فطلب فطلب من السولية انه يخش يشوط. يعني حاجه شبه فاي لعيب شيكابالا يعني. نعم شبه فكره شيكابالا. بالظبط، اي لعيب في مكان عمرو السولية. ايوه وعلى فكره كهربا من اتفضل. اللعيبه المحبوبه جدا مع اه زمايله. يعني سيبك من اي حاجه بره، كهربا جدع مع زمايله وزمايله بيحبوه، فطلب من السولية انه يخش يشوط. موضوع سهل جدا، احنا كسبانين 2، لو جبتها نكسب، مفيش ضغوط صحيح. قوي. وبالتالي عمرو السولية من اللعيبه المهذبه جدا، ما كانش عنده اي مشكله ان هو يسيبه يشوط.
فدخل كهربا ضيع ركله الترجيح، وبالتالي عمر كمال عبد الواحد ايضا من اللعيبه اللي بتعرف تشوط ضربات جزاء من زمان. هو انا بس استغربت من رد فعل عمر، وكأن كان في طوبه في الملعب. ايه حسسني ان هو بعد ما شاط الكوره انه شاط طوبه. عارف انت؟ بالظبط. حتى يعني حتى الكوره دي قبل ما انت تلعب في 10 لعبوا قبلك، اه والماتش كله شغال. ما عنديش مانع اعصاب. ان انت تعمل ان انت في سبب، لكن ما يبقاش الطوبه يعني في هي الملعب ده بالذات، اعصاب. مش الطوبه يعني. بص يا الطوبه في كابتن الملعب. شادي، هي اعصاب. هي اعصاب. اه، هو لعبها واعتقد كويس ان كل حاجه، بس طلع بره يعني. ايوه، يعني هو عارف، هو الثقه اتهزت، صحيح. لان الموضوع كان في متناول جدا. بقول لك عمر من اللعيبه بتعرف تشوط ضربات جزاء كويس جدا. بس انا لسه بحكي للناس عشان انا هسيبك لسه ما انا قريتش بقى، التعليقات. خلاص انا حبيت لا احييك. استنى بس اقول لك حاجه بس. اتفضل. اصل في ناس تقول لك لا ده في ترتيب وفي نظام وفي دور. المفروض. حكيت للناس ان في 2022 في شهر 12 الاهلي كان بيلعب فيوتشر وعلي معلول موجود في الملعب في عصر كولر. قفشه قرر ان هو يشوط ضربه الجزاء، فدخل شاطها فضيعها. امم. فالاهلي غرمه، واعلن الاهلي انه غرم قفشه لان هو ما التزمش بتعليمات الجهاز الفني. صحيح. ولو تفتكر وانت انت كنت متصور واحد معانا دايما. انه الاهلي يعمل كده مع كهربا؟ بص اصل لا ما انا بقول. بالمناسبه دي طريقه كهربا عملها في الزمالك برضو، لو تفتكر في السوبر المصري كان في الامارات، وخد ايام فيريرا في الموسم الاولاني بتاع الجمله الشهيره بتاع الخراره دي. 3-1 في الامارات. ايوه. ف والزمالك كان كسبان 1-0 لو تفتكر، ايوه، كان وكان في لو ابو جاب الجون ظبي بقى في 2-0. 2015. اه، وكان ممكن تبقى وكانت 2-0 وهو اللي خد، ممكن تبقى وكان 2-0. وفريرا كان رافض وبتاع. دي طبيعته انه بيحب تمام. ياخد البتاع، فمش هتتغير يعني. ده موقف، انا بحكيك على موقف. فالفكره بالنسبه لك بقول لك حتى بقول للناس ان امام نجم الفريق، فريق ما يشوطش من 5. يعني هل بالمنطق والعقل امام ولا خالد عبد الفتاح؟ خالد. يا اقول راجل لك لا ليه. طبعا. لان لا طبعا. الامام لا، بعد ما شاف اللي شافه من كهربا وعمر ما رضيش، قال لك خليها بقى تيجي هي تيجي لا 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 رسمي. بص لا خد مني انا بقى. قبل الخمسه نفسهم الطبيعي ان امام يكون اه موجود طبعا، فيهم. على الاقل الرابع او الخامس. بالظبط. امام رفض انه يكون موجود في الخمسه عشان هو لسه مضيع ضربه او خلي جزاء قدام بالك هو الاتحاد. طول الوقت كان بيعاني من خبطات، وممكن تبقى رجله مش سليمه، فيبقى اه قلقان انه ما وهو يبقاش يأديها بشكل وهو كويس. عمل مجهود كبير في اه، الملعب واتخبط. واتخبط وعمر كتير. كمال عبد الواحد كمان كان من نجوم الاهلي النهارده. اه، بس عمر كمال بس عمل مجهود امام كبير جدا. يعني امام جاله فاولات كتير وكانت عنيفه، فممكن مم. تكون خاف على انه رجله ما تبقاش مظبوطه، فالازمه تكبر، فقال لك لا، خلينا نضمن اللي موجودين. طيب انا هسالك في الشق الثاني بقى بما انك دخلت معايا. مدير انا عندي فني معلومه نادي الزمالك. ايوه. انا عندي معلومه وانا عايز اسمع معلومتك انت. اه، بعد المعلومه اللي عندي ان الزمالك كان عاوز واحد من ثلاثه بالترتيب: كيروش ورفض، وكوبر ورفض، وميكالي 50%. ميكالي عاوز يمشي من اتحاد الكوره وياخد الاربع شهور بتوعه، واتحاد الكوره مش هيديله الاربع شهور ابدا. والزمالك ثلاثه. متفاوض معاه ثلاثه مش اربعه. ثلاثه مش مش اربعه. هيديله الثلاثه. خلاص. مم. فالزمالك دلوقتي لان لسه 50% في ميكالي، فمش عاوز ياخد قرار في واحد تاني، في رابع تاني اللي هو في الاغلب جوزيف زمباور. زيمباور هو المرشح الاول. حاليا الساعه دلوقتي كام؟ الساعه 11:05. الساعه 11:05. الساعه اه. 11:05. جوزيف زيمباور اه. هو المدير الفني الاعلى حظوظا صح. في الساعه دي في صح. الزمالك. ليه بقى؟ ما ده اللي لسه جروس كنت اقوله وافق. لك، انه ال 50% بتاعه ميكالي اللي لسه باقيه معطله ياخدوا قرار جوزيف انه نستنى مثلا لغايه يوم الاثنين او الثلاث. طيب بص بقى يا شادي. جوزيف والكلام ان فتح الله او احمد يلعب ملك اللي هيكونوا موجودين معاه، واحد منهم، وده لو اتاخر المدير الفني الاختيار هو اللي هيدير ماتش سيراميكا. طيب ده معلوماتك. جوزيف زيمباور هو وافق وفلوسه مش كتير، طلباته بسيطه جوزيف انه يكون معاه باور فريق. بلغ مساعدين انه جاي مصر. بالظبط. وهو الصحف المغربيه قالت ان هو في القاهره ماشي. عشان تبقى عارف. بس الراجل هقول لك ده. حاجه، لو في القاهره كنا عرفنا. الزمالك ما بتخباش فيه حاجه وانت عارف. طيب هو الراجل ده انا بقول لك الصحف المغربيه النهارده قالت ان هو راح المغرب، خد متعلقاته. صحيح. حتى الرجاء الدنيا مش ماشيه كانوا كويس مع عايزينه. المدير الفني الموجود. اه. وهم الصحف المغربيه ربطت ان هو راجع تاني الرجاء
لكن هو الراجل كان بياخد حاجته وجاي القاهره. زيمباور هو الاعلى حظوظا حتى الان. ليه؟ جروس عنده 70 سنه وعنده حظوظ لان في ناس موافقه عليه جوه عايزاه، وفي ناس مش عايزاه. وفي ناس مش عايزاه. ويتبنى هذا الموقف الكابتن احمد سليمان انه مش عايز تمام. جروس بالاسماء. طيب زيمباور فلوسه كويسه وواخد الدوري وواخد الكاس مع الرجاء واخد دوري مع واشتغل في اورلاندو. الوحده السعودي. واخد الدوري مع اورلاندو. واخد ايه؟ الدوري الجنوب افريقي مع اورلاندو. وكاس جنوب افريقيا مع اه، اورلاندو. او الكاس. اه. فهو مدير فني، السي في بتاعه كويس وفلوسه كويسه وهو موافق. فبالنسبه لهم اسهل واحد واللي هو موافق واللي هم ضامنينه في جيبهم هو حتى الان بس مش جوزيف الاختيار زيمباوي. رقم واحد. الاختيار الاختيار رقم واحد لو رقم جه. واحد هو ميكالي. اه، دلوقتي عشان حتى كده في 50%. الان الرغبه في طبعا. ميكالي. كابتن هنا بريده مش عايز ميكالي يستنى. صح. 117,000 دولار في الشهر على مدير فني بيدرب منتخب 2005 كتير كتير. فالكابتن هاني عايز يمشيه ويجيب حد مصري ب 200 300 صح. الف جنيه ويمسكه مدرب. يلا لو انت. هتخلص ازاي تعال بقى؟ نروح انا دي وانت. محتاجه. نروح انا وانت منتخب 2005. طب هقول لك على حاجه. قول. المهندس هنا بريده، اه. المهندس هنا بريده النهارده في قطر، بكره مسافر المغرب، هيرجع من المغرب على قطر، هيجي مصر يوم 21. فاعتقد ان موضوع ميكالي ده هيكون اتحسم النهارده او انا بكره. بقول ولا لحضرتك يا استاذ احمد ان الكابتن هنا لا يمانع نهائيا في رحيل مكان يمانع. للزمالك. ايوه بس الشرط الجزائي أيوة، هل الشرط الجزائي يتحمل ممكن اتحاد نادي الكوره الزمالك؟ بالمناسبه ممكن اتحاد الكوره يدفع شهر ولا حاجه. بس. ايوه انا بكلمك في اه. كده. هل يتحمل لا. الزمالك شهرين من لا، الشرط الجزائي مش هيتحمل 250 الف حاجه دولار؟ خالص زي طيب مش... ما انا يا بكلمك في عم كده. هو معاه فلوس يا عم. طيب ما هم. انا بقول لك هو هنا بريده ممكن يخدمهم ان هو يمشي ميكالي ويدفع له شهر ونص صح. او شهر. شهر. هل الزمالك هيدفع لا. الباقي؟ هل ميكالي يضحي ممكن عشان هو الزمالك معاه يعمل عقد؟ حاجه تانية. انه يزود له المكافاه الدوري لو خد الدوري، بس لو هتاخد شهر يبقى تاخد شهرين. واخد بالك؟ لو قدرت تاخد الكونفدراليه بدل شهر يبقى شهرين فعوضك. ولو السنه اللي بعدها كملت معايا ازودك مثلا 10,000 دولار ولا حاجه، او 20,000 دولار كده. اعتقد ان ممكن يعملوها بالاستراتيجي دي. يبقى ما دفعوش ودفعوا في نفس الوقت. طيب خلينا انا. النهارده بكره مع بعض. انا بقول لك اهوت زيمباور هو الاقرب المدير الفني الاقرب لقياده الزمالك بعد مباراه المصري البورسعيدي اللي هي جدا صعبه جدا جدا جدا. على جمهور الزمالك. ان المصري انا اسف بقى عقده صحيح. للزمالك الفتره الاخيره. صح. وبالتالي الماتش انا اعتقد ده ان ماتش لعيبه يا احمد. ماتش لعيبه وماتش دوافع. مين بقى هيخلع لعيب. الدوافع دي؟ احمد مجدي. احمد مجدي اللي ها. هو يمشي. ما انت أنا ادرى. بسألك. لا، انت ادرى. مستحيل. طب انت ادرى. مستحيل. ربنا يستر. ربنا حبيبي يا يستر. احمد، سلام. حبيبي شرفت ونورت حبيبي. يا ابو سليم. سلام يا نجم. نعم. ان نكررها شاء تاني ان الله. شاء الله. وشكرا على المفاجاه الحلوه دي. حبيبي. حبيبي. اطلع انت بقى عشان ما يفهمش انا في الحاجات دي. شرفتنا ونورتنا الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الكبير اخويا حبيبي الزملكاوي جدا الاستاذ شادي عيسى. استاذ شادي عيسى. ازاي 5 لعيبه يبقوا متحدين قبل التسديد وما يتغيروش بعكس الضربه الخامسه؟ لا احنا حكينا بقى. افتح اللايف من البدايه وقلت لك قصه كيروش في اختياراته وقصه قفشه في ماتش فيوتشر وقصص كتير حصلت في الاهلي في فكره اللعيبه اللي هي بتخش ضربات الجزاء وبدون اذن المدير الفني. وانا بقول لك قبل كده انا معلوماتي وصحيفه الوطن. انا عايز اقراكم حاجه بس وانتم معايا كده. صحيفه الوطن اكدت نفس المعلومه اللي انا قلتها. جريده الوطن قالت ان كهربا ما كانش ضمن اللعيبه اللي هتشوط ضربات جزاء. وانا هحاول كده واحنا مع بعض كده ايه اجيب لكم خبر برضو المعلومه اللي انا اتقالت لي وكتبتها على الصفحه وقلتها معاك. احمد المسيري ينور. يا لهوي يا حوده. خليه يخش يا حوده. ازيك يا حوده؟ عامل انت في قطر طبعا يا حوده. بصوا يا جماعه. كولر شايفه يتحمل 60% من نتيجه الماتش بادارته المباراه بتغيير اسامه ابو علي بضعف شخصيته في ضربات الجزاء. ومحمد مطاوع الصحفي الزملكاوي كتير قوي في اللايف. منور يا مطاوع يا نجم. منور يا عمده. يا عمده رومي حبيبي حبيبي يا عمده. انا بس بحاول اجيب لكم يا جماعه ما كتبته صحيفه الوطن عشان تبقوا انتوا عارفين ان القصه مش من وحي خيالي.
مش من وحي خيالي، انا بقول لكم اهوت كهربا لم يكن المسدد رقم 4 في ترتيب المسددين في النادي الاهلي. واداره النادي الاهلي لازم واقفه. الفريق ده راح يلعب كاس عالم الانديه في شهر 6 بحالته دي، الفريق ده هيبقى المركز الرابع في المجموعه. الفريق ده لو مفيش تدعيمات، مفيش صفقات، مفيش لعيبه، هتبقى رقم 4 في مجموعه الاهلي في كاس العالم الانديه في شهر 6، عشان تبقوا فاهمين. اسمع يا سيدي، اسمع يا سيدي، مفاجأة. اقروا كده الخبر اهو. مفاجأة بشأن ركلة ترجيح كهرباء أمام باتشوكا. فجر مصدر، فجر مصدر. خبر اهو موجود اهو. اهو استنى بس عشان في إعلان، الوطن عندهم إعلانات. فجر مصدر في فريق أول كرة القدم بالنادي الأهلي. مفاجأة من العيار الثقيل عقب خسارة المارد الأحمر أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 6-5 عقب نهاية الوقت الإضافي والأصلي بالتعادل السلبي. وأكد المصدر، الخبر اللي أنا بقراه أهو أهو، أكد المصدر أن اختيارات كولر الخمسة الأولى لركلات الترجيح كانت قفشة، مروان عطية، رامي ربيعة، عمرو السولية، عمر كمال عبد الواحد، مؤكدا أن كهربا لم يكن ضمن اختياراته الأولى للتسديد. وأهدر كهربا فرصة ترجيع، وكان النادي الأهلي خسر ومش عارف إيه. ماشي. حتى كاتبين خبر تاني بيقول لك ماذا فعل كهربا بعد إهدار ركلة ترجيح أمام باتشوكا أو باتشيكو أو باتشوكا. باتشوكا ده بتاع الزمالك. دخل محمود كهربا في بكاه هستيري في غرفة خلع الملابس بعد الخسارة. ماشي. وظل كهربا يبكي قائلا أنا السبب، أنا السبب، أنا السبب، أنا السبب. شايفينه ولا أرجع تاني ولا إيه؟ واخد بالك؟ أستاذ محمد غزلان ده نورك يا أستاذ محمد، ربنا يخليك يا حبيب قلبي. أدي كلام وأدي الموضوع، إحنا ما بنجيبوش حاجة من عندنا. قلت لكم قفشه عملها قبل كده قدام فيوتشر، وقلت لكم القصه، وقلت لكم الاهلي لو ما دعمش، والخطيب كابتن خطيب لو ما فكش كيسه وجاب لعيبه على قد الحدث، الاهلي بيلاعب فريق ترتيبه رقم 17 في الدوري المكسيكي. باتشوكا ده في الدوري المكسيكي 18 فريق، هو رقم 17 في الدوري. الفريق ده لعب ماتش من 48 ساعه. يعني الفريق ده لو اهلي مكانه واهلي خسر، هو اصله مجهد، لعب من 48 ساعه. الفريق ده كسب 3 ماتشات في الدوري المكسيكي من 17، والتعادل في 4 ماتشات ومعاه 13 بونت. انت ضيعت اسهل فرصه في تاريخك يا اهلي. انت يا كولر ضيعت على الاهلي اسهل فرصه في تاريخه ان يلعب نهائي بطوله انتر كونتيننتال او كاس عالم، بسبب ان انت ما عرفتش تدير الماتش، ان انت خدت كل حاجه. يعني ايه؟ انبي في رابطه وتاجلك الماتش، لعيبه ومعظمها جاهزه معاك، يعني معظمها جاهزه معاك، وفريق بتلعبه ترتيبه ال 17 في المكسيك، وفريق لاعب من 48 ساعه وكل حاجه. انما انت اللي عايز تتضرب على ايدك، انت اللي غيرت وسام. وسام كان من افضل لعيبه في الاهلي، وسام كان من افضل لعيبه في الاهلي. انت اللي نزلت كهربا اللي هو بينساها، بينسى الكوره، بينسى الكوره. انت اللي ما كانش عندك الكنترول على على ضربات الترجيح. ان انت في مجاملات بتحصل، سيبنا شوط فشاط فضيع. يا جماعه الكلام ده بيحصل في الاهلي؟ ده حاجات جديده على الاهلي، ده حاجات جديده على الاهلي. زي ما قلت مع شادي عيسى، جوزيف محمد ابو ليلى كلام صحيح مليون في المية، ربنا يخليك. جوزيف زيمباور المدير الفني الرجاء المغربي الالماني صاحب ال 54 سنه، هو الاقرب حتى هذه اللحظه لتدريب نادي الزمالك. مدير فني كويس قوي، عنده خبره افريقيه. يا استاذ محمود حسنين، كسبان دوري وكاس مع الرجاء البيضاوي المغربي، كسبان مع اورلاندو بايرتس في جنوب افريقيا بطوله الكاس. مدرب كويس جدا، اشتغل في الوحده السعودي، فلوسه مش كتير، الراجل موافق ومستني. وده بيتفصل على مقاس الزمالك. اداره الزمالك مدير فني عنده 54، مش زي جروس عنده 70. وبعدين احنا ليه في مصر لازم نلف في نفس الدايره؟ باتشيكو، جروس، فيريرا،
بيصيروا ليه بنلف في نفس الدايره؟ يعني ليه لازم يكون اشتغل في مصر قبل كده؟ يعني افرض اشتغل وفشل، نورك يا استاذ شريف، افرض اشتغل وفشل. فيا جماعه ما هاتوا الانسب، اداره الزمالك هاتوا الانسب. الراجل ده مدرب كويس جدا وفي غيره كويس، بس ظروف النادي والازمه الماليه الموجوده، سعره والسي في بتاعه مناسب لاداره الزمالك، مناسب لاداره الزمالك. هارد لك الاهلي، عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، ضيع فرصه عظيمه في تاريخه ان هو يصعد النهائي ويلاعب ريال مدريد ويكسب 4 مليون دولار النهارده، وكان ممكن يعملها تاني. لكن انا بقول لكم الاهلي وكولر وبعض اللاعبين على راسهم كهربا، او بالتحديد كهربا، مش بعض اللاعبين ولا حاجه. انا شايف اللعيبه النهارده كانت اجادت، رغم ان باتشوكا فريق انا شايفه متواضع جدا ومجهد جدا، لكن انا شايف ان كولر يتحمل جزء كبير من الخساره، اداره الاهلي تتحمل جزء كبير جدا من الخساره، لان هي ما دعمتش بالشكل الكافي وما لبتش طلبات الجمهور، واستخسرت لعيبه زي محمد علي برمضان، ما جابتش اجنحه كويسه، ما جابتش راس حربه تاني مع وسام. فانا شايف الاهلي لازم يدعم بلعيبه سوبر في يناير وفي فتره الانتقالات بتاع كاس العالم اللي هتبدا من 1/6 الى 15/6. هذا كل ما عندي. استاذ محمد احمد الشاويش، قول لي وانا بقول اسمي صح. اشكرك، ربنا يخليك. حازم ايهاب، ربنا يخليك. اتفرجوا بقى على البرامج عشان لما يقولوا الكلام ده بتصدقوها، تصدقوهم، واخد بالك، عشان انتوا بتصدقوا من برامج بس. هذا كل ما لدينا من اخبار. انا بس بشوف الناس. المعتز الهواوي كان رقم يعني الكورة فين. انا قلت لكم قبل كده خش شوف الدنيا ماشيه ازاي، وقلت لكم حتى المواقع بعد كده بدات تكتب اللي احنا قلناه وكتبناه على الصفحه، واخد بالك. هارد لك الاهلي وما يقع الا الشاطر. بالتوفيق الاهلي في الجاي، وبالتوفيق للزمالك في الجاي. الزمالك في موقف صعب جدا برحيل جوميز او خيانه جوميز. جوميز الزمالك ساهم في اعاده تلميعه وصنع اسمه، لكن دايما الفلوس هي المقياس عند الاجانب. الاجانب ما عندهمش عاطفه، الاجانب دايما ما عندهمش عاطفه. شكرا، واتبسطت جدا ان انا كنت معاكم، واشوفكم دايما على خير. ولما يكون في احداث، لما يكون في احداث تستاهل ان احنا نطلع نتكلم مع بعض، هنتكلم. ربنا يخلي اخو خالد بيه عبد الهادي طبعا مش عرفني النهارده من ست اللي هو حبيبي. ربنا يكرمك يا خالد بيه، ده شرف ليا طبعا، صديق عزيز يعني يعتز بيه. الله يعزك، الله يعزك، الله يكرمك. يعني بتشرف والله بالناس محترمه. يعني احنا مش عايزين ريتش، احنا عايزين بس الناس اللي بتصدقنا تبقى معانا. الناس اللي بتصدقنا هي بس تكون معانا، ووجيه كولر يتحمل المسؤوليه. أنا قلت كده يا استاذ وليد، قلت كده، ربنا يخليك. انا والله بعد ما بقفل بلاقي كومنتات كتير ما بتبقاش باينه في اللايف مع اصدقاء، حتى احاول في الموبايل التاني اشوفها، لان كل مره بيزعلوا ان انا ما بقولش الاسماء، فاحاول افتح اللايف من الموبايل التاني ده واقول لكم انا ما قلتش مين. ف ده شرف ليا. باتشوكا امجد فارس، ما قلنا 17 يا امجد. يعني كده الاهلي مش بطل المحيط المتوسط ايه. محمود رجب، انت بتضحك يا محمود صح؟ ماشي يا عم، هزر. هي مش باينه هنا، انا لازم اقفل اللايف بقى عشان يبان التعليقات. انا دايما والله بحب اشوف تعليقات والناس كاتبه ايه ونقول اسماء الناس. لكن المره الجايه ان شاء الله نتشرف بوجود اكبر قدر من الناس. اكتبوا لنا تعليقات حلوه، واللي عجبه اللايف يشيره، واللي مصدقنا يتفاعل معانا، واللي مش مصدقنا كتر خيره ومتشكرين ليه ان شاء الله. وان شاء الله بقى زي ما قلت لكم الفتره الجايه احاول بقدر الامكان نطلع ونتكلم معاكم في الاحداث اللي موجوده على الساحه. شكرا، واشوفكم على خير. كابتن محمود فايز، ما وديتش كوبر الزمالك ليه يا كابتن فايز؟ يا كابتن محمود فايز بيتفرج على اللايف. يا كابتن فايز ما وديتش كوبر ليه؟ صديقي العزيز كابتن محمود فايز، انا واحد من الناس اللي بحبه جدا،
وتعاملت معاه على المستوى الشخصي الثلاث سنين ونص بتوع كوبا في سفريات كتير، وصديق عزيز جدا، ومن الناس اللي فاهمه قوي، اللي لما بتتكلم في الكوره بحب اسمعها واتفرج عليها، لان هو عنده ضمير وما عندوش اي نوع من انواع الحسابات والمصالح مع حد. فنورت وشرفت يا كابتن محمود يا محترم. سيد وينك يا درويش؟ انا موجود اهوت، بس واحده واحده بقى ايه، بنطلعوا ونتكلموا معاكم. احمد عبد الشافي، ربنا يخليك يا استاذ احمد، ده نورك. متشكرين جدا واستمتعت جدا بالتواجد معاكم، وبين الحين والآخر هنكون معاكم دايما لو في معلومة جديدة أو في رأي في أي قضية أو أي موضوع رياضي. شكرا، وأشوفكم دايما على خير، واتبسطت إن أنا كنت معاكم، ويا رب ما أكون ضيف تقيل على حضراتكم في هذا اللايف. شكرا جدا، والسلام عليكم.